تأتي الحلقة 250 من مسلسل المحارب محملة بالتوتر والتضحيات، حيث يواجه فريق السيف أخطر اختبار في مسيرته، وتفرض قرارات قاسية لا رجعة فيها. بين أمل النجاة وألم الفقد تتجسد معاني الشجاعة والوفاء للوطن في واحدة من أكثر الحلقات تأثيراً. والآن إلى التفاصيل. تبدأ الحلقة في مقر القيادة، حيث يسأل كوبوس باشاك عن آخر تطورات حالة ألهان، فتطمئنه بأنه خرج من غرفة العمليات وأن ذراعه بخير، فيحمد الله على هذا الخبر. ثم يستفسر عن تواصل فريق السيف لتخبره باشاك بأنهم لم يطلبوا المروحية بعد، فيطلب كوبوس التواصل فوراً مع النقيب كاغان. في ساحة الاشتباك يخوض فريق السيف مواجهة شرسة، حيث يؤكد إلياس أن العدو يطلق النار فور ظهور أي حركة. يأمر كاغان رجاله بالحذر الشديد، بينما يلاحظ سلجوق وصول أعداد كبيرة من المسلحين، ما يزيد من تعقيد الموقف. تنتقل الأحداث إلى ابن كتلمش التي تطلب من والدها الإذن بالذهاب إلى حفلة نهاية الأسبوع، وفي الوقت نفسه تتلقى رسالة من إلياس يتفقان فيها على اللقاء دون أن يلاحظ والدها ذلك. يعود التصعيد الميداني حين يتفاجأ فريق السيف بوصول تعزيزات كبيرة للعدو، ويعلن أحد قادتهم بسخرية أن المكان سيتحول إلى مقبرة للجنود. يدرك كاغان خطورة الموقف، ويبلغ القيادة بأنهم تحت نيران كثيفة، لكن الدعم سيستغرق وقتاً طويلاً للوصول. مع نفاذ الذخيرة وتضييق الخناق تتعدد الآراء داخل الفريق، إلى أن يتقدم باتور بحل خطير: التسلل وسط العدو، تحديد الإحداثيات وطلب قصف الموقع لإنهاء المعركة. يرفض كاغان الفكرة رفضاً قاطعاً، معتبراً إياها تضحية غير مقبولة، لكن باتور يصر مؤكداً أنه الحل الوحيد لإنقاذ الفريق. رغم الأوامر الصريحة ينفذ باتور خطته سراً، ويصدم كاغان باختفائه من موقعه. يتواصل باتور مع قائده ويخبره بأنه في منتصف الموقع وقد حصل على جهاز تحديد المواقع، ويطلب منه تمرير الإحداثيات إلى كوبوس. يخبر كاغان كوبوس بما حدث، ويتوسل إليه ألا يستجيب لطلب باتور مهما كان الثمن، مؤكداً أن فريق السيف لا يترك أحداً خلفه. لكن باتور يتواصل مباشرة مع كوبوس، ويؤكد أن لا سبيل للنجاة إلا بالقصف، وأنه مستعد للاستشهاد من أجل رفاقه والوطن. ينهار كوبوس باكياً ويحاول منعه، لكن باتور يطلب منه إعطاء الأمر الأخير. وبعد صراع نفسي قاس يضغط كوبوس زر القصف وهو يبكي لتدمر المنطقة بالكامل. يشاهد كاغان ويروك ويروك الانفجار أمام أعينهم، ويصرخ كاغان باسم باتور محاولا الاندفاع نحوه، لكن رفاقه يمنعونه. يعم الحزن والانهيار صفوف الفريق، ويشعر كاغان بذنب عميق، معتبرا نفسه المسؤول عن استشهاد باتور. في مقر القيادة ينهار كوبوس ويعترف لكتلمش بأنه اضطر للتضحية بأحد رجاله لإنقاذ الفريق. يصاب كتلمش بالصدمة، فيما يسود الحزن الجميع. يعود فريق السيف للبحث عن جثمان باتور وسط دموع شيدان وإصرار كاغان على عدم مغادرة المكان قبل العثور عليه، لكن حجم الدمار يجعل المهمة شبه مستحيلة. يحاول يروك إقناع كاغان بأن باتور ضحى بنفسه ليحميهم، وأن البقاء يشكل خطراً كبيراً، وأن عليهم الحفاظ على حياتهم كي لا تذهب تضحيته سدى. تنتهي الحلقة 250 من مسلسل المحارب على مشهد مؤلم، حيث تختلط دموع الفقد بفخر التضحية، ويكتب اسم باتور في سجل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل رفاقهم والوطن.
حلقة تجسد معنى الأخوة الحقيقية وتترك المشاهد أمام تساؤلات مؤلمة عما ينتظر فريق السيف في المعارك